يا مساء الملوخية لكل عشاق الملوخية. النهاردة هنفرز الملوخية بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وهنعمل أكبر كمية وهتقعد معاكي سنة كاملة وأكتر كمان. مش هتغير اللون بتاعها والطعم فريش، وكمان مش هنعملها بالمخرط، هنعملها بأسهل طريقة وأبسط طريقة. وزي ما انتوا شايفين أنا زرع الملوخية عندي في البيت، قصيتها بالشكل ده. طلعت حوالي 7 كيلو ملوخية وهفرزهم النهاردة. زي ما انتوا شايفين الملوخية انا سبتها لحد ما طولت خالص خالص، وطولها عدى المتر. اخدت الملوخية وجرطفتها بالشكل ده، وطبعا بسيب جزء من العروق في الملوخية من فوق علشان تدي تسكيرة للملوخية وتديها عرق، زي ما احنا كل المصريين بنحب الملوخية تكون بعرق. هنا غسلتها وصفيتها كويس خالص خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهعمل الملوخية النهاردة في الكبة، يعني مش هخرطها بالمخرطة، هريح نفسي واعملها في الكبة. ما بتاخدش ثواني بكون مخلصاها، مش هضيفلها لا مية ولا شوربة ولا اي حاجة. هعتبر روحي كأني بخرطها بالمخرطة بالظبط. طبعا لو ما اتفرمتش معاكم ممكن تزودوا يعني سكة مية صغيرة، ما تكتروش، المهم بس علشان تقدروا تفرموها. وبدأت افرم في الملوخية، بحط شوية بشوية هي والكبة شغالة لحد ما الملوخية تنعم. بفضل اعمل الموضوع ده لحد ما اخلص كل الكمية. طبعا الكمية كبيرة على ان انا اعملها بالمخرطة بصراحة، فانا رحمت نفسي وعملتها في الكبة اسهل واسرع بكتير. وده شكل الملوخية من غير اضافة اي مية ولا اي شوربة خالص، زي ما انتوا شايفين. نعمت ازاي؟ باخدها في طبق كبير وبعد كده بكمل فرم كل كمية الملوخية الباقية معايا. شايفين هنا النعومية عاملة ازاي؟ مفيش اسهل من كده بصراحة. وبدل ما نعمل بالمخرطة ونتعب روحنا، فالموضوع بصراحة سهل وبسيط. شايفين هنا خلصت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، حطيتهم في طبق كبير عميق علشان اقدر اشتغل براحتي وبحرية كمان. هنا بعد ما خلصت كل فرم كمية الملوخية، عندي مية بتغلي على النار. اول ما المية بتغلي على طول بنزل بعصرة ليمونة كاملة، ومن على النار على طول على الملوخية هي وسخنة، ما سيبهاش تهدي خالص المية. وعلى طول بمعلقة خشب وبقلب كل الملوخية في المية، وازود المية شوية بشوية. انا مش عايزة الملوخية بتاعتي ما زودش في المية كتير، علشان بس ما زودش معايا في العلب اللي هتدخل التلاجة، وفاكرة روحي ان انا حاطة كمية ملوخية كتير، وهي للأسف بتكون المية تكون مزودة الكمية. انا عايزة ملوخية صافية، يدوب بس احط المية، اقلب الملوخية في المية. المهم الملوخية كلها توصل لها المية. ازاي هتعرفوا ان الملوخية في جزء ما وصلهاش من المية السخنة؟ هتشوفوا الملوخية اللي ما وصلت لهاش مية لونها زي ما حطيتوها في الاول، اللي هو الاخضر الغامق. لكن اول ما بتوصل لها المية بيكون اللون الاخضر بتاعها فاتح شوية، بيفتح عن الاول. وبعد كده ابدا اعبيهم في العلب بتاعتي او في الكاس اللي هتدخل الفريزر. ما استناش، على طول هما وسخنين بعبيهم في العلب بتاعتي. طبعا علب نظيفة، لو هتستخدموا علب جزاز لازم تكونوا غاسلينها كويس خالص ومعقمينها. دي العلب لسه جديدة، يعني اول استخدام ليها. بالطريقة دي اضمن لكم الملوخية تقعد معاكم سنة واكتر. انا الموضوع ده شغالة فيه لو اقولكم اكتر من 12 سنة، عمرها ما خابت معايا، نشكر ربنا. وكمان كل اللي بيجربها عندي في الشتاء، بما انه هنا الشتاء ما فيش ملوخية، فكل الحاجات احنا بنفرزها للشتاء. اللي بيجربها عندي في الشتاء بيقول لي طعمها فريش مليون المية، يعني استحالة تفرجوها عن الفريش. هنا عملت الكمية بصراحة، طلع معايا 6 علب كبار، حجم العلبة كبير. وده شكل الملوخية. هنا ملوخية صافية، مش مزادلها مية كتير او مش مزادلها شوربة كتير. بصراحة انا ما برشحش خالص انه نفرز الملوخية بالشوربة، بصراحة دي اضمن طريقة. زي ما قلت لكم انا شغالة عليها لي اكتر من 12 سنة. خلاص عبينا العلب زي ما انتوا شايفين، هغطيهم على طول على الفريزر، ما نستناش خالص. وبعد كده علشان تحافظوا على اللون بتاعهم، اول ما تيجوا تسووهم من الفريزر على طول على الحلة، من الفريزر على الشوربة على طول. ما تسيبوش الملوخية تفك وبعد كده تبدأوا تسووها. نطلعها من الفريزر على طول على الشوربة، اضمن لكم ان هي هتفضل خضرة زي كأنكم جايبينها من الزرع على طول. دلوقتي هنا خلاص غطيتهم، هشيلهم في الفريزر، هيقعد معانا من سنة واكتر كمان. انا لسه باجي عندي من بتاع السنة اللي فاتت، طعمه مغيرش خالص، لونه زي ما هو اخضر. بصراحة ممتاز. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو علشان الكل يستفيد. وما تنسوش تتابعوني على صفحة الفيسبوك مطبخ كاما. ان شاء الله نشوفكم على خير في فيديو جديد. See you. باي باي.